ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بالفعل الاهلي يفعلها. الاهلي يصعق العين الاماراتي. الاهلي ينتصر بالثلاثية على العين الاماراتي ويفوز ببطولة كأس او بطل افريقيا واسيا والمحيط الهادي، وايضا يصعد لنصف نهائي كأس القارات للأندية. الأهلي يفعلها. الأهلي ينتصر. إمام وسام وقفشة بيخلصوا على العين الإماراتي. عايزين نخش في الموضوع على طول. أنا محمد كمال ودي قناتي، بشكركم على الدعم ويلا بينا. بداية كده تعال نقول تشكيلة الأهلي اللي بدأ بيها الماتش النهاردة: محمد الشناوي في الحراسة، الدفاع ربيعة وياسر، يحيى عطية الله وأكرم توفيق في الباك اليمين زي ما اتفقنا الفترة اللي فاتت إن كولر هيعتمد عليه. في نص الملعب اتنين، واحد ستة واحد تمانية، الستة مروان عطية، تمانية نبيل كوكا، وإمام عاشور في دور جديد أو الدور اللي هو معتاد عليه في الأهلي الفترة دي، وهو فترة صانع الألعاب أو هو في مركز صانع الألعاب. على شماله حسين الشحات، على يمينه طاهر، وقدام وسام ابو علي. الاهلي بدأ بالتشكيلة دي في مواجهة العين الاماراتي. الاهلي كان عايز لعيبة كرة كتير، وبالفعل بدأ بنبيل كوكا وامام عاشور. الاهلي زي ما اتفقنا لو قدر ان هو يمسك الكورة وما يعملش ميس باص كتير، هيقدر ان هو يمشي الريتم ويكسب العين بكل سهوله. لان انا اتفقنا في الفيديو اللي فات ان العين الاماراتي كله اللي هو هيسيب لك الكوره ويضغطك من نص الملعب القطعه ويجري على السرعات. النهارده فرقه العين عباره عن باصي رحيمي النهارده ياسر ابراهيم ورامي ربيعه شابوه قدروا يحجموه في الشوط الاول والشوط الثاني، قدروا يحجموه. سفيان انا ما شفتوش، سفيان مش قادر يعمل حاجه، سفيان ما حسيناش بخطورته. ليه؟ لان رامي وياسر ثابتين ورا محجمينه بس كده. لا، ده الاهلي وهو بيضغط وهو بيهاجم عندك يحيى عطية الله ثابت واكرم توفيق ثابت ورا، فانت عندك الاربعه اللي ورا ثابتين، وبتقدر تضغط بنبيل كوكا وامام عاشور وحسين من قدام، فانت قدرت تعمل هجمات. وبالتالي الهجمه المرتده لما تبقى عليك هتلاقي عندك اربعه متثبتين ورا يقدروا ان هم يقطعوا الكره بسهوله. وايضا يحيى عطية الله كان بيتقدم، ولكن اكرم توفيق كان ثابت ورا. الاهلي بدأ الشوط الاول في اول ربع ساعه كان ضغط رهيب على العين، عايز يجيب اول جون. العين كان خايف، العين كان متوتر، العين ما كانش عارف يباصي كورتين على بعض. ومن الحاجات الكويسه اللي كانت موجوده في الاهلي في الشوط الاول والثاني ان هو كان بيقدر يسترجع الكوره بكل سهوله. الاهلي ما بياخدش ثواني ويقدر بيرجع بالكوره، وده بيرجع الفضل ليه للاعب انا بسميه الجندي المجهول في النادي الاهلي، وهو مروان عطيه النهارده يا جماعه اكتر لعيب جري في كل الملعب. هو على طول كده، هو منتشر في كل الملعب، هو المفروض بوكس تو بوكس، انا مش عارف بصراحه، بس هو لعيب مركز ستة الافضل في مصر حاليا. في كل حته بلاقيه في الملعب بتنتهي عنده هجمات الخصم، ومن خلاله بتبدا هجمه الاهلي. بيعرف يقطع كويس ويعرف يسلم لك كويس وعنده كوره، يعني لعيب متكامل ما شاء الله. فهو كان هو سبب رئيسي في استرجاع الكره للاهلي لما العين الاماراتي كان بيطح. قلت لك خلاصة العين الاماراتي هيسيب لك الكرة وهو هيلعب على كونتر اتاك، وبالتالي والاهلي كمان نجح ان هو يقلل او يحد من خطورته، يحد من خطورة العين الإماراتي. والعين ما شفنالوش أي خطورة سواء في الشوط الأول أو كمان في الشوط التاني. الأهلي بعد الربع ساعة الأهلي بدأ إن هو يجيب الجون، وبالفعل طبعا زي برضو ما اتفقنا ان برضو من النقاط الضعف الموجودة في العين الاماراتي هي فكرة ان انت تلعب في ظهر مدافعيه. العب كورة عالية في ظهر مدافعيه على طول هيغلط، او على طول بتوصل للمهاجم. انت تتحرك يا مهاجم يا حسين او طاهر او وسام نفسه في ظهر المدافع وخلاص، وخلي اي حد من ورا زي ما اتفقنا، اي امام عاشور او قفشه، امام هو اللي بدأ يرفع لك الكورة بينية. وده اللي حصل في هجمة حسين الشحات الاولى اللي الحارس صدها، ولكن التانية انا قلت لك ان دفاعهم ضعيف في البينيات، دفاعهم ضعيف جدا في الكرة على الارض، دفاعهم ضعيف جدا برضو في العرضيات، وممكن تسجل بكل سهولة. وبالفعل غلطوا في الجون الاول. يحيى نادر بيباص الكرة للحارس من غير ما يشوف وسام، ووسام قدر يسجل الاول للاهلي.
الاهلي بعد الجون الاول ما استمرش في الضغط بتاعه وتراجع كعادة كولر ان هو بيجيب جون وبيحاول يحافظ عليه ويلعب على المرتده. فالاهلي تراجع والعين بدأ ان هو يمسك الكرة، العين بدأ يستحوذ. وانا قلت لكم العين خطورته في الكويك كاونتر او الهجمه المرتده، لكن وهو معاه الكوره ما تقلقش منه، بيعمل باصتين ثلاثه وبتتقطع وهكذا. وده اللي كان بيحصل بالفعل. ما شفتش هجمه للعين نموذجيه، كله بيكون مجهود فردي، سواء من سفيان اللي كان معزول، سواء كان من ايريك، سواء كان من كاكو. ما كانش فيه يعني ما كانش فيه هجوم بالفعل او خطوره لنادي العين الاماراتي. كان بنحس كده بفقر هجومي، ما فيش هجوم موجود في الحته الهجوميه لنادي العين. تحس ان نص الملعب هو اللي مليان، والحته الهجوميه او المنطقه الهجوميه بتاعت العين فاضيه، ما فيهاش غير سفيان. فانا بسميت لك الفرقه دي باص لسفيان، كل ما يقطعوا الكره من الاهلي يرفع على سفيان، كل ما يقطع الكرة يرفع لسفيان. وفي الاهلي بسهوله بيقدر ان هو ياخدها لانه مثبت اربعه ورا، فبالتالي الدنيا سهله. حتى ممكن اللي هو كان يحيى عطيه الله بيتقدم، فانت عندك ثلاث مسامير ورا، ربيعه وياسر واكرم، وقدامهم كمان مروان، فانت صعب الكره تعدي لسفيان. فانا شفت فقر هجومي غير طبيعي في العين الاماراتي، وما قدرش ان هو، وخلص الشوط الاول 1-0. كانت اللي هو كان عباره عن ضغط من العين. يعني الاهلي لو كان استغل بكذا هجمه مرتده كان قدر ان هو يجيب التاني، ولكن انتهى الشوط الاول 1-0 بسبب ان كولر ما كملش في الضغط وقال لك ارجع والعب على المرتده وادي الكره للعين، والعين ما قدرش يسبب اي خطوره. يبدا الشوط الثاني بنفس الاداء ونفس الريتم، ولكن الاهلي هو اللي بيبقى ضاغط، اكن الاهلي هو اللي خسران. الاهلي برضو الشوط الثاني هو اللي برضو بدا يضغط في اول ربع ساعه وعايز يسجل الهدف الثاني. فانا حطيت في دماغي ان كولر هو مش خايف او عايز يدافع بقى بعد ما جاب جون، هو عامل سيناريو ان هو انا هجيب جون في الشوط الاول وارجع ادافع والعب على المرتده، جبت جون تاني خير وبركه، ما جبتش اديني ايه معايا ايه منظومه كويسه ومثبت دفاعي ورا. اما الشوط التاني برضه هبدا في اول ربع ساعه ضاغط احاول اجيب التاني، وبالفعل ده حصل. كانت هجمه للعين ارتدت للنادي الاهلي، فعلى طول كان وسام معاه الكره لعبها لطاهر رفعها وامام يسجل الهدف التاني. امام صانع، هو مش صانع العاب، هو انا هحطه في خانه لاعب البوكس تو بوكس، لاعب منتشر في كل حته في الملعب. ده اللي ينطبق عليه البوكس تو بوكس، ان هو اللاعب اللي بينتشر في كل بقاع الملعب. انت تلاقيه يمين وتلاقيه شمال وتلاقيه قدام وتلاقيه بيدافع ورا مع اللعيب. فامام لاعب متكامل، لاعب مميز، وقدر ان هو يضيف لحته صناعة اللعب. كان هو موجود في كل مكان، وانا اديله نجم المباراة النهاردة. سجل هدف، وبرضه هو اللي ساعد في الهدف الاول اللي سجله وسام، هو اللي كان بادي الهجمة وسجل هدف عالمي والهدف الثاني للنادي الاهلي. وبرضه نفس السيناريو، الاهلي بعد ما سجل الهدف رجع ورا تاني ويلعب على المرتدة، وبرضه كالعادة العين معاه كورة ما بيعملش أي خطورة. بعد كده نزل لابا كوجو، بعد كده نزل لاعب تاني جناح اسمه سلاموني. فهو اشتغل على فكرة إن سفيان ولابا كوجو موجودين في المنطقة وأنا هرفع يابا بالجناحات. ولكن للأسف موجود رامي ربيعة، موجود ياسر إبراهيم، ما كانش فيه أي خطورة على الشناوي. كولر ما فكرش يعمل تبديلات إلا في الدقيقة 75، نزل السولية، نزل عمر كمال. وطبعا تنزيل عمر كمال ده لان حسين الشحات وقع بدنيا وكان عايز يدافع كويس، فنزل كده نزل عمر كمال يسند مع يحيى عطية الله في الناحية بتاعة حسين، ونزل السولية مكان أحمد نبيل كوكا عشان يقدر السولية يمسك له الكورة. وبالفعل نجح في ده، واستمرت المباراة على كده. رفعات أو عرضيات من نادي العين ليس لها قيمة بعيدة، كان في بس خطورة بسيطة من لابا كوجو لما نزل شوية، لكن ما كانش فيه الخطورة اللي تقول لك العين هيجيب جون. وبالفعل دفاع العين الضعيف ايضا يغلط في الدقيقة 90 وتكون الكرة تروح لوسام، فوسام يبصيها لعمر ويقدر ياخد بلانتي عشان يسجل قفشة الهدف الثالث للاهلي. مبروك للنادي الاهلي، يستاهل النهارده. العين ما جاش الماتش، العين كان خايف، العين كان متوتر. هي فرق اسيا كده قدام فرق افريقيا بنحس او بنقدر نشوف المعدن بتاعهم، فرق بتلعب من اجل الاموال. اما بالنسبه للانديه المصريه اهلي او زمالك او غيره بيلعبوا بالروح اكتر من الاموال. عشان كده الفريق
الفريق ده بيكسب، عشان كده الفريق ده بيبقى راجل في الملعب. الاهلي يكتسح العين بثلاثية ويفوز ببطولة بطل افريقيا واسيا والمحيط الهادي، وبيتأهل لنصف النهائي لكأس القارات للأندية في انتظار بطل الأمريكتين الشمالية والجنوبية. أتمنى يكون التحليل عجبكم، ومبروك للنادي الأهلي مرة أخرى. أتمنى شير ولايك وإعجاب بالقناة، وإن شاء الله خير في اللي جاي، والسلام عليكم.